خلينا نروح للسودان. كابتن حسام البدري المدير الفني نادي المريخ السوداني، مساء الخير يا كابتن حسام والف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن شوبير، تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ عمرو فاروق. الله يخليك يا كابتن حسام والف الف مبروك، دايما بخير يا رب. الله يخليك يا كابتن. كابتن حسام كده ما شاء الله تاتش وود نمسك الخشب، المرحله التاسعه 27 نقطه وفوز بالامس بقوه على جزيره الفيل 5-0. باقي لك كم مباراه في الدور الاول؟ ان شاء الله متبقى 4 مباريات باذن الله، يعني في منهم 2 على ملعبي و2 خارج ملعبي. لان طبعا عدد الفرق 13 فرقه ولعبنا 9 مباريات، فمتوقع ان شاء الله 4 مباريات باذن الله. بالتوفيق يا رب ان شاء الله. هل مسموح لك ما بين الدورين ان انت تضم لاعبين جدد؟ بالنسبه للاجانب يعني ممكن تضم اجانب، ممكن بتعمل استبدال لاجانب، لكن بالنسبه للمحليين لا، لعب في فريق في الدوري ما ينفعش يلعب في فرقتين في نفس الموسم. فالفرصه قدامي متاحه ان شاء الله لموضوع الاجانب ان شاء الله، وفي تفكير طبعا ان احنا ان شاء الله يعني نضم راس حربه باذن الله. راس حربه، هل ما تردد انه هذا الراس الحربه سيكون محمد ناجي جده مهاجم من النادي الاهلي، صحيح ام خطا؟ لا انا استغربت طبعا للاشاعه اللي طلعت دي، يعني استغربت الاشاعه دي النهارده. كثير من الاخوه الاعلاميين اتصلوا بيا، وطبعا دي اشاعه ليس لها اساس من الصحه خالص. انا عارف طبعا ان جده مرتبط بالنادي الاهلي والنادي الاهلي محتاجه، مفيش تفكير في جده خالص نتيجه ارتباطه بالنادي الاهلي، فانا فوجئت بالاشاعه ديت. والبعض الاخر بعض وسائل الاعلام الاخرى ابتدوا يتكلموا عن شيكابالا برضه، فاعتقد ان كلها اشاعات طبعا ليس لها اساس من الصحه خالص، لا جده ولا شيكابالا خالص طبعا. ارتباطهم بانديتهم واهميتهم بالنسبه لانديتهم، وفي نفس الوقت شيكابالا عنده عروض اوروبيه جايه له، فكل المواضيع دي عباره عن اشاعات. يعني انت لا تفكر في ضم لاعب مصري في الانتقالات المقبله يا كابتن؟ لا خالص. خالص. يعني سيبك من لعيبه الاهلي والزمالك، ممكن يكون لعيب من المنصوره، لعيب من الاتحاد، لعيب من الاسماعيلي، ولا انت متجه اتجاه اخر الى الجانب الافريقي؟ انا بفكر في راس حربه، ولو فكرنا في اللعيبه المتاحه بالنسبه لمصر هنلاقي يا اما لعيبه طبعا مرتبطه بانديتها وصعب الانديه تتركها، او البعض الاخر يعني مش على المستوى المطلوب يعني. لكن اذا كان في لعيبه على المستوى المطلوب بقول بيبقى مرتبطين بانديتهم وانديتهم محتاجاها، فاكيد مش هيقدروا يسيبوهم يعني. نعم. كابتن حسام، يعني تابعت النهارده مباراه الهلال والافريقي ولا لا؟ اكيد كنت لسه يعني المباراه كانت منتهيه من شويه طبعا، الاحداث اللي حصلت فيها. الاداء بتاع الهلال النهارده اداء مميز، والهلال طبعا فرقه قويه وعندها لعيبه مميزه، ويمكن التركيز اللي كانوا فيه النهارده ظهرت امكانياتهم وقدراتهم، واعتقد ان هم بالوضع ده تاهلوا الى دوري المجموعات، وهيبقوا يعني ندي لاي مجموعه موجودين فيها، لان هم بالفعل فرقه قويه. تأهل الهلال لدوري المجموعات بيسبب صعوبة ليك، بيدي لهم دفعة معنوية، وبالتالي بيقوي من فرصتهم في المنافسة من جديد على بطولة الدوري؟ يعني لابد كل فريق يعني الفرق الكبيرة بيبقى ليه طموح ويلعب على البطولة بشكل مستمر، لكن ده طبعا ما بيشغلنيش انا، لان انا كل تفكيري في فرقتي انا وفي طريقي والوضع اللي انا فيه. اعتقد اذا كان هو بيفكر ان ممكن الموضوع تاهله يديله دوافع، انا ممكن الموضوع بالنسبه لتاهله يديني دوافع اكتر انا كمان، بالنسبه لان هو فريق متاهل في البطوله الافريقيه، تكون ان شاء الله باذن الله انا وفريقي ومجموعه اللعيبه اللي معايا ان شاء الله لو نجحنا ان احنا نحقق بطوله الدوري، بتبقى اضافه اخرى. الاضافه الى بطوله الدوري بتبقى اضافه اخرى، ان انت بتقدر تحقق بطوله على الفريق اللي هو موجود في دوري المجموعات، فاعتقد ده برضه لازم انا على الجانب الاخر اخدها كدوافع اخرى ليا ولعيبتي يعني. طب من جديد بتنفي اي مفاوضات مع جده او اي لاعب مصري لضمه؟ باكد مش من جديد، باكد باكد الكلام ده مش موجود خالص يعني. كابتن حسام البدري اشكرك شكرا جزيلا.